السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض عزومة بسيطة وإن شاء الله أتمنى تعجبكم. أول حاجة معانا اللازانيا، هنعمل العصاق بتاعه وهي لحمة مفرومة وصلصة، ومعايا بصلتين مفرومين ناعم، ومعايا التوابل فلفل اسود وبهارات وقرفة وسكر. من كل ده نص معلقة صغيرة. ومعايا هنا طاسة فيها معلقة سمنة وحبة زيت. اللازانيا نوع من انواع المكرونة اللي هي العريضة، هتشوفوها معايا طريقتي فيها بعملها ازاي واتمنى تعجبكم. اول حاجة هحط لحمة مفرومة لغاية كده، هحطها على معلقة سمنة وعليها حبة زيت، واحط اللحمة المفرومة لغاية ما تفرول معايا وتاخد لون، وبعد كده هنزل بالبصلة زي ما هتشوفوا دلوقتي. العصاق بتاع اللازانيا بيبقى متغير شوية عن العصاق بتاع اللحمة المفرومة العادية. هي زيها زي المكرونة بالبشاميل، بس نوع المكرونة اللي اسمه لازانيا. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما اللحمة وصلت معايا للمرحلة دي انا هحط بعد كده البصل، ولازم نبقى فرميله ناعم في الكبة من غير ما ينزل المية بتاعته. دي طريقتي في العصاق بتاع اللازانيا. الصلصة معايا هنا صلصة خفيفة، انا يعني مفرزاها في الخلاط. هي معايا خفيفة الصلصة دي، وهسيبها خفيفة وهتبقى باينة في العصاق بتاع اللحم. بعد ما حطيت البصل هحط التوابل، الفلفل الاسود، البهارات والسكر والقرفة، وهحط شوية بابريكا كده معاهم، وهكمل تقليب. وبعد كده دقيقتين هحط بعد كده الصلصة زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا عايزة اللحمة المفرومة دي او العصاق ده عايزاه يبقى كده، يعني مش ناشف، لازم يبقى يعني في صلصة كده شوية، ومش بسبكها قوي، لازم اخليها مصلصة شوية كده. بعد كده هنعمل البشاميل بتاع اللازانيا. ومعانا حبة زيت صغيرين، وهعمل 3 معالق دقيق، حبة زيت ومعلقتين سمنة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هحط الدقيق. البشاميل بتاع اللازانيا بيبقى خفيف شوية عن البشاميل بتاع المكرونة البشاميل، علشان يعتبر انا السوائل اللي عندي دي هي اللي هتسوي لي المكرونة اللازانيا، علشان انا بحط المكرونة نية. في انواع لازانيا كتير قوي، من ضمنها في انواع لازم تتسلق قبل ما تتحط، بس انا النوع بتاعي مش هيتسلق قبل ما يتحط، هيتحط وهي نية ناشفة كده. بعد ما عملت الدقيق في الزيت والسمنة زي ما انتم شايفين، بعد كده هحط اللبن ساقع. انا حطيت كيلو لبن على 3 معالق دقيق ومعلقتين سمنة وشوية زيت، ولازم يبقى كريمي معايا كده الدقيق مع السمنة، ما ينفعش يبقى الدقيق ناشف فيه، علشان يبقى حلو ويبقى بشاميل ناجح. وهفضل اقلب لغاية ما يغلي، وطبعا هتبله، هحط ملح وشوية فلفل اسود وشوية بهارات صغيرين جدا. هيبقى ده التتبيلة بتاعت البشاميل. مش حابة تحط عليه اوكي براحتك، ممكن تحط عليه نص مكعب مرقة دجاج، بيديله طعم حلو جدا زي ما تحبي. بعد ما غلي معايا انا عايزاه السم كده، مش عايزاه تقيل، علشان هو اللي هيسوي لي المكرونة، هو والصوص بتاع اللحمة. بعد كده جبنا الصينية معانا هنا، لازم تبقى صينية مستطيلة او مربعة، وده شكل المكرونة اللازانيا، وده النوع اللي انا استعملته. نوع الملكة برضو حلو جدا، انا جربته قبل كده وكان حلو برضو. هحط من تحت كده بشاميل، وبعد كده هرصص المكرونة زي ما انتم شايفين. النوع ده هتقروا الاول، اي نوع لازانيا هتجيبوه هتقروا الاول المكرونه بتتسلق فيه ولا لا، علشان في انواع لازم تسلقوا المكرونه، وفي انواع ما ينفعش تسلقوا المكرونه. والحتت المفرغه هكسر فيها المكرونه علشان تاخد معايا شكل الصينيه.
بعد كده حطينا البشاميل والمكرونة. بعد كده هنحط اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين كده. هنوزع اللحمة المفرومة، طبعا ملحت اللحمة المفرومة، وهنحط بعد كده جبنة موتزاريلا، هيبقى بشاميل مكرونة لحمة جبنة موتزاريلا. بعد كده هنحط بشاميل تاني، وهنحط مكرونة تاني. مش هنكتر بشاميل قوي، بسيط كده اللي بيبقى فوق اللحمة، بس انا عايزة يبقى فيه بشاميل تحت المكرونة علشان يسويها لي. وبعد كده هنحط فوق المكرونة تاني اللحمة، او مش عارفة احط بشاميل، ما نشوف دلوقتي. ولازم كده اداري الحتت المفرغة. حطيت بشاميل تاني فوقيها علشان هو برضو اللي هيسوي لي المكرونة. وهحط لحمة، وهي بتبقى 3 رقات حلوة قوي. رق في النص ورق تحت ورق فوق زي ما هتشوفوا دلوقتي. اللازانيا حلوة قوي، للي مجربهاش قبل كده يجربها، هتعجبكوا قوي وبسيطة. يعني المكرونة اللازانيا مش غالية قوي، يعني يعتبر يعني ممكن اغلى شوية من المكرونة الاقلام، بس نفس المكونات، بس هي لازم يبقى فيها جبنة موتزاريلا بتديها طعم حلو جدا. وهحط جبنة موتزاريلا في النص، هنكتر في النص شوية عن تحت، لان النص هو بيبقى اساس الطعم. وبعد كده هحط بشاميل، وبعد كده هحط اخر رق من المكرونة. حطيت بالمكرونة زي ما انتم شايفين. طبعا هتقولوا لي طب المكرونة هتستوي ازاي وهي نية كده؟ هقول لكم هتستوي ازاي دلوقتي. بعد ما هنحط البشاميل فوق المكرونة دي، هنحط بقى بقية البشاميل كله، الطبقة السميكة اللي فوق. بعد كده هنحط موتزاريلا في الوش، بس هنكتر شوية على الوش عشان هي اللي هتحمر لي الوش وهتخليه طعمه حلو. بعد كده هنغطي الصينية دي بالورق الفويل. ليه بقى هنغطيها بالورق الفويل؟ عشان نحطها في الفرن، علشان لو حطيناها كده الوش هيحمر وهتكون المكرونة لسه ما استوتش، لان المكرونة نية. فاحنا هنغطيها علشان تستوي، وفي نفس الوقت المكرونة، وفي نفس الوقت الوش ما يحمرش، عشان لو الوش احمر هيتحرق مني. عشان ما تنسوش ان في جبنة موتزاريلا في الوش، والجبنة الموتزاريلا مسافة ما بتحطيها بتستوي على طول. فاحنا نعمل حسابنا في الخطوة دي ان احنا لازم نغطي الورق الفويل علشان نشغل من فوق ومن تحت. لو عندك ده بالنسبة لفرن الكهرباء، لو عندك فرن غاز هتشغلي من تحت بس، وفي الحالة دي مش لازم تحطي ورق الفويل، بس ورق الفويل بيكمر المكرونة وبتسويها أسرع، وبيخلي البخار يسويها أسرع، لأن أنا عايزاها كده تغلي علشان المكرونة تستوي وما تقعدش كتير في الفرن. أهم حاجة ان انتوا ما تحمروش الوش الأول. بعد كده هحطها في الفرن في الشبكة اللي في النص، وهشغل فوق وتحت لو في الكهرباء. وبعد ما هعمل لها تيست ازاي، هشيل الغطا وهجيب خلة او سكينة وهغرزها في الصينية، في نص الصينية. لو نفدت يبقى المكرونة استوت. انتوا هتحسوا بالغرزة، لو لسه هتسيبوها شوية متغطية، وبعد كده هتشيلوا الغطا وهتخلوا الوش يحمر. مفيش بالظبط 4 دقايق او 3 دقايق هتلاقوها احمرت على طول. بعد كده انا معايا فرخة امهات هعملها بطريقة جديدة. هحط في الكبة هنا صلصة، او ممكن تحطي طماطمايه كده، ومعايا معلقة هريسة شطة، ومعايا بصلاية كبيرة، ومعايا 3 فصوص توم، ومعايا توابل فلفل اسود وقرفة وبهارات وورق لورا وحبهان وشوية سكر وبشر الليمونة اللي انا هعصرها دلوقتي، ومعايا معلقة عسل ابيض. الفراخ الامهات للي يعرفها يعني اكترية الناس بنجيبها كلنا وبنسلقها وبنحمرها. دي طريقة جديدة حبيت اعملها، هتديها قيمة وطعم يعني احسن من متحمرة بكتير، هتديها طعم طري كده.
وهتعصري الليمونة، وهتحطي شوية صويا صوص بيخلي طعمها حلو، وبيديها كده طعم اللي هو الحادق والمسكر في نفس الوقت. وطبعا الملح بتاعها، انا هنا هحط الصويا صوص يعني تقريبا كده 3 معالق صويا صوص. ما عندكيش صويا صوص ممكن تستغنى عنه، بس لو عندك طبعا هيخلي طعم التتبيلة احلى. بعد كده هنخلط ده كله في الخلاط، وهنكون قبليها نقعين الفرخة بخل وليمون وملح لمدة 3 ساعات علشان تطرى معايا، علشان الفراخ الامهات. انا حطيت معلقة سمنة علشان الفراخ الامهات طبعا بتاخد سوا في السليق، فطبعا لما تتحط في الفرن تاخد سوا اكتر. فاحنا اهم حاجة ننقعها 3 ساعات بعد ما تتغسل كويس بالملح والدقيق. هننقعها 3 ساعات بالليمون والخل والملح والسكر. وانا هنا شلت الجلد عن اللحم، وشرحت كده الصدر عشان الصدر هو بيبقى ناشف شوية، فانا شرحته عشان يتنقع في المحلول اللي انا قلتلكوا عليه، اللي هو سكر وخل وليمون وملح لمدة 3 ساعات. وبعد كده بقى هندخل التتبيلة جوه الفرخة. هنحط ايدينا كده من عند الوراك، وهنشرح الصدر وهنشرح الورك زي ما انتم شايفين، علشان الفرخة التتبيلة تخش فيها من جوه. ويا ريت تقعدوها في التتبيلة لو يوم كامل. لو هتعملوها مثلا النهاردة تكونوا قبلها بيوم مثلا متبلينها، هتستوي اسرع معاكي وهيبقى طعمها احلى. انا تبلتها الخميس بالليل وعملتها السبت الصبح. وبعد كده هنسويها فين بقى؟ هنسويها في كيس حراري. طبعا كلنا عارفين الكيس الحراري. بعد ما حطيناها في التتبيله وهنحميها كويس وهنعملها مساج كويس بالتتبيله، حطيتها في الكيس الحراري. هاتوا كيس حراري حجم كبير، وهنحطينا التتبيله بقيتها من جوه، وهتقفلوها وهتحطوها في التلاجة. بس يعني يا ريت تتبلوها اكتر وقت ممكن علشان تستوي حلو، وكل شويه تقلبوها يمين وشمال علشان التتبيله تندمج فيها من كلها. وهتحطوها في التلاجة لغايه ما تيجي وقت السوا اللي هتسووها. وطبعا هتربطوا الكيس الحراري. هاتوا الكيس الحراري فيه حجم صغير وفي حجم كبير. كيس الحراري بيسوي الحاجه اسرع وبيسويها احلى كمان. انا سويتها في الفرن الكهرباء. خدت معايا يعني لو فرنك حامي قوي هتاخد معاكي 2 ساعات. انا فرني مش حامي قوي، خدت معايا 2.5 ساعات، وكان سواها حلو. وكانت طرية وكانت مستوية مش ناشفة. وطبعا هنفتح الكيس فتحتين 3 كده علشان ما يفرقعش جوه الفرن. هحطها الاول على اعلى درجة حرارة في الفرن، او طبعا هحط مية سخنة زي ما انتم شايفين علشان البخار ده هو اللي هيسوي لي الفرخة. هحطها في الفرن على اعلى درجة في الفرن الكهرباء، وبعد نص ساعة هوطي درجة الحرارة ل200 او 180. ولو في الفرن الغاز برضو هتعلي النار عليه في فرن الغاز. وبعد كده بعد نص ساعة هتوطيها شوية علشان تستوي على نار هادية. بعد كده كان عندي هنا شوية رز، قلت اعملهم بطريقة يعني زي الكبسة شوية، بس هي مش كبسة قوي علشان هي مش بالرز البسمتي. حطيت معلقة سمنة وشوية زيت ومعايا هنا بصلاية هحطها هتتحمر شوية في الزيت. وبعد كده هشوف هنعمل ايه في الباقي. هنا كنت بظبط الكاميرا علشان اصور كويس. حطيت البصلايه مقطعوها حتت صغيره زي ما انتم شايفين. انا حبيت اديكم فكره عزومه ممكن تعملوها لو محتارين تعملوا ايه، ويا رب تعجبكم. حمرت البصله شويه، وحطيت الليمو وقرفه اللي هو الليمون المجفف، وحطيت قرفه الخشب، وحطيت قرنين فلفل، وحطيت شوية سكر وشوية بهارات.
وحطيت هنا كان عندي حبة لحمة صغننين كده، قلت اسويهم مع الرز. انا سلقة اللحمة دي، فقلت بدل ما يتحطوا مسلوقين هحطهم كده مع الرز وكأنها كبسة يعني. ومعلقة صلصة، على فكرة هي يعتبر دي قريبة من الكبسة، بس لو هتحطي فيها رز بسمتي. وهنشوح كل ده مع بعضه. التوابل هقولها تاني: الليمون المجفف، بهارات، فلفل اسود، ورق لورا وحبهان، وشوية سكر، والقرفة العيدان او القرفة الخشب، وقرنين فلفل كده بيدوا ريحة حلوة، بس ما فتحتهمش عشان ما تشطشطش الرز، بس بيدوا ريحة وطعم حلو، وفي نفس الوقت ما بيشطشطش الرز قوي يعني. وهنفضل كده نشوحهم مع معلقة الصلصة والبصل. وبعد كده هنغسل الرز وهنقلبه مع الخليط اللي انا عملته. واللحمة دي كانت مسلوقة، سلقاها كده نص سليقة، وقلت اقدمها مع الرز اللي هقدمه مع الفراخ. بعد ما شوحنا كده الرز مع الخليط اللي عملناه دوت، هنسقيه بالشوربة بتاعة اللحمة، وبعد كده هنقلب وهنغطي عليه وهنوطي عليه زيه زي اي رز عادي بيستوي. بعد ما خلصنا الرز معايا هنا، بعد ما الرز استوى هجيب صينية كبيرة كده، عايزة تقدميه شوفي انت عايزة تقدميه ازاي، بس دي طريقة تقديمي اللي قدمتها بيه، علشان احط الفرخة اللي استوت في النص. الفرخة كان سواها حلو جدا، هتشوفوها دلوقتي، وكانت طرية واستوت، والطريقة حلوة لسوى الفراخ الامهات. ممكن الطريقة دي تعملوا بيها البط او ديك رومي او اي نوع دواجن او لحوم تعملوها بيه. والفلفل زي ما انتم شايفين كده، وريحة الرز البهارات كان ريحتها حلوة فيه. انا ما حطيتش ولا كركم ولا كاري. الصلصة اللي عاملة اللون ده ممكن تشيلوا الصلصة وتحطوا بودرة زعفران او كاري. وبعد ما الفرخة استوت، هي الرجول بس غمقت معايا شوية علشان كانت قريبة من الشمعة، وحطيت شوية من الصوص بتاع الفراخ. شايفين بصوا دايبة ازاي، مش ناشفة، والورك زي ما انتم شايفين كده. بجد سوى الفرن كان حلو فيها، علشان قعدتها كتير في التتبيلة، وعلشان نقعتها 3 ساعات بمحلول اللي هو الملح والسكر والليمون والخل. وبعد ما اللازانيا طلعت معانا، هنستنى على اللازانيا شوية علشان يعني تبقى تقطيعتها حلوة، بس انا هنا قطعتها سخنة فهتلاقوها سايحة شوية، كانت لسه طالعة من الفرن. للي ما جربش اللازانيا قبل كده جربوها تعجبكم ان شاء الله. وان شاء الله لو عجبتكم العزومة بتاعتي النهاردة قولوا لي رأيكم في التعليقات، انا هستنى رأيكم، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. هي كانت سخنة جدا، والمكرونة كانت مستوية. تخلي بالكم لازم تغطوها، علشان المكرونة لو ما استويتش هتبقى مشكلة طبعا. ولو طبعا عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.